صباح الخير عليكم. صباح يوم جديد، يوم جميل كله تفاؤل وامل يا رب عليكم. النهارده بقى نعمل كده حاجه حلوه سهله وسريعه مع كوبايه شاي بقى في البرد الفظيع قوي ده. هنعمل شويه كعب غزال بقى، خرافه خرافه، مقادير سهله بسيطه. هنقول موجوده في كل بيت، هي فعلا موجوده في كل بيت. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 4 كوبايات دقيق، عليهم يبقى عليهم كوباية سمنة، يعني ال4 كوبايات دي عليهم كوباية سمنة، عليهم معلقتين 2 بيكنج باودر، عليهم 3 معالق سكر، عليهم رشة فانيليا. كل دي مواد جافة مع بعض. يعني نبتدي الأول ب4 كوبايات دي منخولين كويس قوي، عليهم 3 معالق سكر، عليهم طبعا ذرة ملح ده أساسي، عليهم معلقتين بيكنج باودر و3 معالق سكر. زي ما انتم شايفين هننزل بقى بايه، بكوبايه السمنه. طبعا الكوبايه التانية دي انا جايباها على جنب كده ومجهزاها عشان ههرس بيها العجوه او اطر بيها العجوه. هنا نزلت اول حاجه بالسمنه مع المواد الجافه اللي قلنا عليها في الاول. هكتب لك كل المقادير دي في صندوق الوصف. نبتدي كده نبس بقى العجين مع بعضه، السمنه والدقيق والمواد الجافه اللي احنا حطيناها مع بعض. مواد مش كتيره خالص، يعني ده سكر ورشه ملح ومعلقتين بيكنج باودر وذرة طبعا وذرة فانيليا، يعني ذرة فانيليا او رشة فانيليا كده مع العجين. بجد هتختلف جدا وريحة العجينة هتبقى حلوة قوي كده. انا خلاص كل السمنة شربته الدقيق. هنزل بقى بايه، بالمواد السائلة التانية اللي هو اللبن. اللبن هنا حسب الحاجة، يعني احنا مش هنقول مثلا انا خد معايا العجين هنا كوباية لبن، يعني دي عن دي بيختلف، ممكن ياخد معاكي زيادة. وكمان هنعمل اختبار للعجينة عشان نعرف اذا كانت العجينة فعلا السوائل بتاعتها كده مظبوطة والعجينة مظبوطة. هنشوف الاختبار ده هنعمله ازاي مع بعض. حاجه سهله جدا وبسيطه هتثبتلك ان العجينه كده ماشيه معاكي صح الصح. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت من المعيار ده نص كوب، حطيت منه مرتين على الدقيق يعني والسمنه. زي ما انتم شايفين. بصوا هنمسك حته عجينه كده بعد ما خلصنا خلاص يعني العجن، وهفردها على الرخامه من غير ما ادهن الرخامه اي حاجه. بصوا شايفين التقطيعات دي عادي خالص، بس اهم حاجه لما هاجي بقى ارولها كده، بصوا شايفين اطرال، يعني بقت شكلها لطيف ومشت معايا بكل سلاسه. طب هنعمل ايه تاني؟ هنجيب بقى العجوه طبعا انا كنت جايباها محضراها بقالي فتره فنشفت عندي. هعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هعمل ايه. همسكها بس كده ايه، هشيل الورق اللي لازق فيها دوت كله. وبعد كده همسكها افصصها حته حته عن بعضها كده خالص. نشيل بس الورق ده، اهم حاجه اهم حاجه نشيل الورق ده. يعني شايفين شلت طبعا الورق وحاولت ان انا ايه بقى كده افصصها كلها، يعني افتتها كده من بعضها. هنا بقى بصراحه الورقه كلها طلعت من غير ما يطلع منها حاجه في العجوه. شايفين فتتها بقى كلها في الطبق كده زي ما انتم شايفين. والم بقى كل الحاجات بقى اللي ايه مش لطيفه دي واوديها على ناحيه تانية خالص. هنا بقى احط حبه سمنه. هنا بقى كوبايه السمنه اللي كنت راكناها على جنب. طبعا انا ما خدتش كوبايه السمنه كلها، انا خدت بس على قد ما العجينه بقت سهله كده معايا ويعرف عجينها اللي هي عجينه العجوه دي، يعني عجنتها. طبعا الطبق ما كانش واخد فرحت فردتها على الرخامه وحطيت عليها رشه قرفه. وللامانه كمان حطيت معلقتين ميه عشان تبقى طريه كده معايا، يعني حطيت حوالي معلقتين سمنه معلقتين ميه وحطيت رشه القرفه. رشه القرفه دي برضو بتحلي العجوه جدا وبتليق مع العجوه جدا جدا. وفي ناس بتحب ترش رشه سمسم كده، وفي ناس بتحب تعمل بشره جوز الطيب. يعني بصوا الاكل ده امزجه طبعا، وكل واحد على حسب ما بيحب الطعم اللي هو عاوزه. زي ما انتم شايفين كده انا هنا يعني عجنتها على الرخامه كويس قوي وبقت سلسه كده معايا زي ما انتم شايفين. دهنت بقى الرخامه دهنه زيت كده بسيطه خالص، وقلت بقى بسم الله كده وهبتدي ان انا افرد العجينه واحشيها بايه، بالعجوه. زي ما انتم شايفين كده العجينه دي يا جماعه ما فيهاش اي خمر خالص، يعني ما بترتاحش. انا عجنتها ركنتها على جنب على بس ما يعني هرست العجوه كده وخليتها طريه معايا وسلسه. وزي ما انتم شايفين اصلا ايدي فيها عجوه، يعني العجينه دي بجد او بمعنى اصح كعب الغزال ده نص ساعه بالظبط وهكوني ايه مخلصاه. وبجد يعني عامله احلى كوبايه شاي بلبن او شاي ساده او كوبايه قهوه، وتقعدي كده في السقعه دي ويعني ايه، يعني تفرحي كده بكعب الغزال كده او تستجمي كده شويه او تتدفي انتي والاولاد. يعني بجد حوار حوار بجد. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ايه افرد العجوه عشان انا عايزاها اللي هي يعني بيبقى شكلها عامل زي صوص رول كده. تحسوا العجينه مع العجوه كده شكلهم لطيف كده. هوريكم دلوقتي. شايفين بجد يعني سهل وبسيط وسريع. بجد نفسك في حاجه حلوه ومش مكلفه من غير بيض، قومي اعملي كعب الغزال بجد والله تحفه تحفه.
شايفين انا هنا ايه يعني عملته كده زي رول. تمام. بصوا شايفين ده انا قصدي عليه. شايفين بصوا إيه، تحسوا كده وانتي لفه اللفه كده فيها يعني لفه عجينه، لفه كعب، قصدي اسفه عجوه. يعني ده اللي انا بقصده. شايفين ده اللي انا قصدي عليه. وهنا طبعا خدت اول واحده قطعتها عشان اعمل مقاس كل واحد زي ما انتم شايفين كده. انا حبيت اعمل بس الحبه الاولانيين دول كده، اللي هو يعني بيبقى شبه اللي في الفرن، اللي بيبقى مقطع كده صغنن، يعني يبقى تحسي كده الرول بتاعه باين الفصلات يعني بين العجوه والعجينه باينه، ويبقى صغير كده متقطع صغير. الطلعه الجايه بقى نعمل ايه؟ هنعمل اللي هو بيبقى يعني طويل كده وفي العجوه، يعني هو بيبقى فيه ليه كده شكلين في الفرن زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ان انا يعني افرد العجوه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحطها جوه العجينه. انا مش عايزه ارولو زي الاولاني، لا انا هخليه يعني اللي هو بيبقى محشي على طول، مش هرول فيه يعني. شايفين هعمله كده بالطول وهحطه كده جواها على طول. بصوا شايفين ده اللي انا ايه قصدي فيه، عشان انا مش عارفه اوصل المعلومه قوي يعني انا عايزه اعمل ايه، بس هنا كده اكيد باين قوي انا قصدي ايه. بصوا شايفين كلنا بقى بنشتري اللي هو بيبقى طويل كده والعجوه باينه خالص فيه عكس التاني اللي انا عملته الاولاني زي ما انتم شايفين. هقطع طبعا الطروف اهم حاجه عشان اساوي شكله، لان طبعا العين بتاكل قبل البق زي ما شايفين. بصوا هو ده اللي انا قصدي عليه، شكله لذيذ اوي ولطيف. والله الشكلين احلى من بعض بصراحه، يعني الشكلين احلى من بعض. همسك برضو بقيه العجوه تاني واعمل برضو ايه، افردها كده على الرخامه واحشي بيها العجينه بتاعتي. شايفين والله سهل جدا، والله ما اخد معايا فعلا وقت، وفعلا كنت محتاجه ان انا اعمل حاجه حلوه سهله وسريعه، فلقيت مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده مع كوبايه شاي كده، يعني حاجه عظمه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كل الزيادات دي ما رميتهاش، انا كنت بفككها عادي وكانت تتفك عادي، واخد العجوه واخد العجينه واكمل عادي. هنا بقى انا خلصت الكميه كلها وجبت بقى ايه شويه لبن حليب عليهم معلقه لبن بودره، ودهنت بيهم وش ايه كعب الغزال بتاعي، لان انا من اول حلقه معجنات وانا متفقه معاكم ان انا ما بحبش ادهن وش المعجنات بيض خالص خالص، لان انا بحس بزفاره فيه، فبالتالي ما مش هاكل منه. انا من الناس اللي تحس بريحه زفاره في اي حاجه ما بتاكلش منها خالص. زي ما انتم شايفين كده حطيت بقى شويه سمسم كده على الوش، حابه تحطي سمسم حابه مش حابه طبعا دي حاجه ترجع لك. زي ما انتم شايفين كده دهنت الوش وحطيت السمسم، بعد كده ادخله على فرن مسبق التشغيل يعني حراره عاليه قبليه بربع ساعه كده، واروح ايه مدخله فيه كعب الغزال ياخد وش من فوق من تحت، واخرجه مع كوبايه شاي كده وبالهنا والشفا. عملت كده كوبايه شاي كده، وبقى ايه شايفين الكميه اللي خرجت من 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات دقيق خرجولي كيلو يا جماعه، حاجه خيال وهم بصراحه. يا رب تكون الوصفه النهارده لطيفه وظريفه وعجبتكم. متنسونيش باللايك وتعليق جميل منكم كده، وسلام.